هلا والله بكل عشاق العميد، جمهور الاتحاد الكبير اللي دايم حاضر في كل وقت سواء في الفرح أو في التحديات. اليوم عندنا حلقة مختلفة شوي، لأن الأحداث داخل النادي ما بين ضغط نتائج وترقب قرارات مصيرية وتحركات إدارية ممكن تغير شكل الفريق في الفترة الجاية. في حلقة اليوم راح نتكلم عن آخر تطورات الفريق الأول، من ملف المدرب سيرجيو كونسيساو إلى جاهزية اللاعبين قبل المواجهات الحاسمة وعلى رأسهم صالح الشهري، بالإضافة لملف التأهل الآسيوي والسيناريوهات اللي ممكن تعيد العميد للمنافسة القارية من جديد. وبرضو ما راح ننسى التحركات داخل النادي على مستوى الفئات السنية والاهتمام بالأسماء الوطنية مثل خالد المالكي، في خطوة تهدف لبناء مستقبل أقوى للاتحاد. خلونا نبدأ مع بعض ونشوف وش صاير داخل البيت الاتحادي، لأن القادم واضح إنه مليان أحداث وتفاصيل مهمة لكل اتحاد. نقدر نقول إن الوضع داخل نادي الاتحاد حالياً فيه توتر واضح، خاصة بعد الخروج الآسيوي غير المتوقع قدام ماتشيدا زلفيا. الجماهير كانت تنتظر شيء كبير مع المدرب سيرجيو كونسيساو، لكن اللي صار خيب التوقعات إلى حد كبير. الإدارة إلى الآن متمسكة باستمراره إلى نهاية الموسم، وقرارها هذا واضح إنه بهدف الحفاظ على الاستقرار، لكن بنفس الوقت المباريات الجاية صارت اختبار حقيقي له، خصوصاً مواجهة التعاون يوم 29 أبريل اللي تعتبر مفصلية جداً، يا تكون بداية تصحيح المسار أو تزيد الضغط عليه أكثر. لو نرجع لبداية كونسيساو مع الاتحاد، الرجل جاء في أكتوبر 2025 بهدف إعادة هوية الفريق، خصوصاً من ناحية الانضباط الدفاعي والقوة البدنية. من ناحية الأرقام، الفريق سجل 64 هدف، وهذا رقم ممتاز، لكن بالمقابل استقبل 42 هدف، وهذا اللي سبب قلق للجماهير، لأن التوازن كان مفقود في فترات كثيرة. تكتيكياً، المدرب يعتمد على الضغط العالي ويلعب غالباً بين 4-4-2 و4-2-3-1. قدر يطور مستوى بعض اللاعبين، لكن الإصابات أثرت عليه بشكل واضح، خصوصاً غياب صالح الشهري وكريم بنزيما في أوقات مهمة، وهذا قلل من الفاعلية الهجومية في مباريات حاسمة. أما في آسيا فكانت الصدمة الكبيرة بعد أداء قوي في دور المجموعات، من ضمنه الفوز الكبير على الغرافة وبعدها تجاوز الوحدة الإماراتي. الكل كان يتوقع استمرار المشوار، لكن الخسارة 1-0 من ماتشيدا في ربع النهائي فجرت الغضب، خصوصاً مع الانتقادات اللي طالت قرارات المدرب داخل المباراة. وبخصوص مستقبله، عقد كونسيساو ممتد إلى 2028، لكن في بند يسمح بفسخه إذا الفريق ما دخل ضمن أول 3 في الدوري. حالياً الاتحاد في المركز السادس والفارق نقطة واحدة عن التعاون، وهذا يخلي المواجهة الجاية حاسمة جداً في تحديد مصيره. وبرضه كونسيساو علق مؤخراً على قرار استبعاد حكم مباراة ماتشيدا، وقال فات الأوان، الأمر مخجل، في إشارة للأخطاء التحكيمية اللي صارت في اللقاء على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، واللي كثير شافوا إنها أثرت على النتيجة. في النهاية، رغم أن نسبة فوزه توصل ل60%، إلا أن خسارة آسيا والابتعاد عن المنافسة على الدوري خلت وضعها حساس. الأمل الآن متعلق بتحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وتحسين مركز الفريق في الدوري، وكل شيء فعلياً رح يتحدد من ردة الفعل في المباراة الجاية. ونكمل معاكم الأخبار. داخل نادي الاتحاد في شغل كبير قاعد يصير قبل المواجهة المهمة قدام التعاون، خصوصاً على مستوى الجاهزية الفنية والطبية. فيما يخص المهاجم صالح الشهري، اللاعب حالياً داخل على اختبار طبي خلال اليومين الجاية عشان يتحدد بشكل نهائي إذا يقدر يلحق بالمباراة أو لا. الإصابة اللي عنده في عضلة الساق اليمنى كانت مزعجة، وغيابه كان مؤثر خصوصاً في الفترة الأخيرة، تحديداً في مباريات آسيا. المدرب سيرجيو كونسيساو يأمل بشكل كبير إن الشهري يكون جاهز، لأنه فعلاً افتقدوا في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، واللي انتهت بخروج الفريق بعد الخسارة من ماتشيدا زلفيا. حسب التقارير، مدة غياب الشهري كانت متوقعة بين 3 إلى 6 أسابيع، لكن الموضوع كله يعتمد على استجابته للعلاج. اللاعب عمره 32 سنة، وانضم للاتحاد في صيف 2024 قادم من الهلال، وشارك هذا الموسم في 21 مباراة، سجل 4 أهداف وصنع هدف. حالياً الاتحاد يحتل المركز السادس برصيد 45 نقطة، وبفارق نقطة واحدة بس عن التعاون، وهذا يعطي المباراة الجاية أهمية مضاعفة، خصوصاً إنها ممكن تغير ترتيب الفريق بشكل مباشر.
ومن جهة ثانية في تحركات إدارية مهمة داخل النادي. الإدارة قاعدة تشتغل على إعادة هيكلة قطاع الفئات السنية بهدف بناء قاعدة قوية تدعم الفريق الأول في السنوات الجاية. واحد من الأسماء اللي برزت بقوة هو المدرب السعودي خالد المالكي، اللي يعتبر من أبرز المرشحين لتولي الإشراف على فريق تحت 21 سنة. حسب المتداول في اهتمام رسمي بملفه ومتابعة دقيقة قبل اتخاذ القرار النهائي. التوجه هذا يوضح أن إدارة الاتحاد ناوية تعتمد بشكل أكبر على الكفاءات الوطنية وتطوير المواهب من داخل النادي نفسه، بحيث يكون فيه استمرارية ودعم حقيقي للفريق الأول. بشكل عام، الاتحاد حالياً يشتغل على مسارين: تجهيز الفريق الأول لمباريات حاسمة، وفي نفس الوقت بناء مستقبل النادي من خلال الفئات السنية. والقرار النهائي في بعض الملفات ممكن يتحدد خلال الفترة القريبة الجاية. نروح الملف ثاني. داخل نادي الاتحاد في ترقب كبير الملف التأهل الآسيوي، خاصة مع التحديثات الجديدة اللي تخص توزيع المقاعد في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. الموضوع هذا ممكن يفتح باب مهم لعودة الفريق إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في النسخة الجاية. الأنظار كلها متجهة للاجتماع المنتظر يوم الجمعة، واللي من خلاله راح يتم اعتماد التوزيع الجديد للمقاعد. حسب التسريبات، السعودية مرشحة تحصل على عدد كبير من المقاعد، وهذا يعكس قوة الدوري السعودي وتطوره في السنوات الأخيرة. التوزيع المتوقع يقول أن الأندية السعودية ممكن تحصل على 6 مقاعد آسيوية، 3 مباشرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومقعدين عن طريق الملحق، بالإضافة إلى مقعد في دوري أبطال آسيا 2. الشيء هذا يعطي فرصة أكبر للأندية ومن ضمنها الاتحاد إنها ترجع للمنافسة القارية بقوة. بالنسبة للاتحاد فيه أكثر من سيناريو ممكن يخدمه، أهمها مرتبط بنتائج نهاية الموسم وترتيبه في الدوري. من أبرز الاحتمالات إذا حقق الهلال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ومع إنهاء الاتحاد الموسم في المركز الخامس، هنا ممكن يفتح له باب التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة. طبعاً كل هذه مجرد سيناريوهات إلى الآن، والقرار النهائي يعتمد على الإعلان الرسمي من الاتحاد الآسيوي، واللي راح يحدد بشكل واضح شكل المشاركة في البطولات القارية الموسم الجاي. بشكل عام، الاتحاد حالياً عينه على نهاية الدوري، لأنه يعرف أن أي نقطة ممكن تكون فارقة في تحديد مصيرها القاري، خصوصاً مع المنافسة القوية بين الأندية على المقاعد المؤهلة.